وهذا بعض ما ورد في الفتن والعزلة والعبادة في الفتن. عن معقل بن يسار رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عبادة في الهرج كهجرة إلي. رواه مسلم وغيره. قال المنذري: الهرج هو الاختلاف والفتن، وقد فسر في بعض الأحاديث بالقتل، لأن الفتن والاختلاف من أسبابه، فأقيم المسبب مقام السبب. عن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن ملك لسانه ووسعه بيته وبكى على خطيئته. رواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن. عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله ما النجاة؟ قال: أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابك على خطيئتك. رواه البيهقي وابن أبي الدنيا والترمذي وقال حديث حسن. عن مكحول قال: قال رجل: متى قيام الساعة يا رسول الله؟ قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، ولكن لها أشراط وتقارب أسواق. قالوا: وما تقارب أسواقها؟ قال: كسادها ومطر ولا نبات، وأن تفشو الغيبة، وتكثر أولاد البغي، وأن يعظم رب المال، وأن تعلو أصوات الفسقة في المساجد، وأن يظهر أهل المنكر على أهل الحق. قال رجل: فما تأمرني؟ قال: فر بدينك وكن حلسا من أحلاس بيتك. رواه ابن أبي الدنيا هكذا مرسلا. عن المقداد بن الأسود قال: أيم الله لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، ولمن ابتلي فصبر فواها. رواه أبو داود. وقوله واها كلمة معناها التلهف، وقد توضع للإعجاب بالشيء. عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بين أيديكم فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي. قالوا: فما تأمرنا؟ قال: كونوا أحلاس بيوتكم. رواه أبو داود. قال المنذري: وفي هذا المعنى أحاديث كثيرة في الصحاح وغيرها. وقال أيضا: الحلس هو الكساء الذي يلي ظهر البعير تحت القتب، يعني الزموا بيوتكم في الفتن كلزوم الحلس لظهر الدابة. انتهى كلام المنذري. عن ابن عباس رضي الله عنه قال: بينما نحن حول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ ذكر الفتنة فقال: إذا رأيتم الناس قد مرجت عهودهم وخفت أماناتهم وكانوا هكذا، وشبك بين أصابعه. قال: فقمت إليه فقلت: كيف أفعل عند ذلك جعلني الله فداك؟ قال: الزم بيتك وابك على خطيئتك واملك عليك لسانك، وخذ ما تعرف
ودع ما تنكر، وعليك بأمر خاصة نفسك ودع عنك أمر العامة. رواه أبو داود والنسائي بإسناد حسن. وقال المنذري: مرجت عهودهم أي فسدت عهودهم. والظاهر أن معنى قوله خفت أمانتهم أي قلت، من قولهم خف القوم أي قلوا، والله أعلم. انتهى كلام المنذري.